الانتحار. في كل موسم من مواسم الامتحان المدرسي نسمع كثيرا من حوادث الانتحار بين المتخلفين من التلاميذ والراسبين. ولو ربي التلميذ تربية دينية لما هان عليه أن يخسر سعادته الأخروية خسرانا مبينا، آسفا على أن لم ينل كل حظه من السعادة الدنيوية. ولو ربي تربية أدبية لما احتقر حياته الثمينة وازدراها وولى وجهه عنها، لأنها لم تقدم إليه في لفافة الشهادة المدرسية. ولو أن أستاذه ملأه قلبه بنور الإيمان ولقنه فيما يلقنه من قواعد الدين وأحكامه أن جناية المرء على نفسه أكبر إثما عند الله وأعظم جرما من جنايته على غيره، لما خاطر بدينه في آخر ساعة من ساعات حياته، وهي الساعة التي يغيب فيها العاصي إلى ربه ويستغفر فيها المذنب من ذنبه. ولو أنه لقنه فيما يلقنه من دروس الأخلاق والآداب أن العلم صفة من صفات الكمال لا سلعة من سلع التجارة يجب أن يحفل به صاحبه من حيث ذاته، لا من حيث كونه وسيلة من وسائل العيش. لما جرى على تلك القاعدة الفاسدة: الشهادة بلا علم خير من العلم بلا شهادة. ولو أنه رباه على الاستقلال الذاتي وعلمه أن الشرف في هذه الحياة على قدر ما يبذل الإنسان من جهد في خدمة الأمة أو المجتمع، سواء كان في قصر الملك أو أم في دار الوزارة أو في حانوت التجارة أم في معمل الصناعة. لما أكبر المصانع الحكومة هذا الإكبار ولا احتفل بها احتفالا لا يرى الحياة معنى بدونها. ولو أنه نفث في روعه روح الشجاعة النفسية وعوده الصبر والجلد في مواقف الشدة والبلاء لما جزع هذا الجزع الفاضح ولا جن هذا الجنون الذي خيل إليه أن عذاب النزع أهون من عذاب الهم. الوالد والأستاذ والمجتمع عون على الناشئ وآفة على عقله وأخلاقه وآدابه. أما الوالد فإنه يقول له وهو ذاهب إلى المدرسة: ستكون غدا يا بني حاكما هكذا كهذا الحاكم، ووزيرا كهذا الوزير. وكلما أراد أن يحثه على الاجتهاد في طلب العلم ويخوفه عاقبة الخيبة في الامتحان صور له المستقبل المجرد من وظيفة أقبح تصوير وأشنعه، وربما أشار إليه بالانتحار من طرف خفي، فيقول له: إذا لم تنجح في الامتحان فموتك أفضل من حياتك. وأما الأستاذ فإنه يضربه له من نفسه مثلا على وجوب احترام المنصب وإجلاله وإنزاله المنزلة الأولى بين أعمال المجتمع الإنساني، إذ يراه بعينه يتجرع مرارة الذل ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين عليه عناء شديدا، ويحتمل من ذلك ما لا يحتمله الرجل الشريف حرصا على منصبه وإرعاء عليه. فكأنما يلقي عليه درسا عمليا موضوعه: إن من يخاطر بمنصبه يخاطر بحياته، لأن المنصب كل شيء في هذه الحياة. أما المجتمع فإنه يحترم الموظف الصغير أكثر مما يحترم العالم الكبير، ويطير في تهنئته بإقبال المنصب عليه وتعزيته عن الإدوار عنه، كأن الكوكب لا يدور إلا في دائرة المناصب نحوسا وسعودا. فإذا رأى الناشئ ذلك أكبر الوظيفة أيما إكباره وللجبي الحرص عليها واللصوق بها، وكان سروره وحزنه على قدر قربها منه أو بعدها عنه. فإذا وفق إليها لطم بأنفه قبة السماء وداس بنعله رأس الجوزاء، وإن يأس منها قتلها نفسه، وهو يتمثل بقول ذلك الشاعر الأحمق: فإما الثريا وإما الثرى. أيها الناشئ، لقد جهل أبوك وغشك أستاذ وخدعك هذا المجتمع الفاسد، فكن أحسن حالا منهم، واعلم أن شرف العلم أكبر من شرف المنصب، وأن المنصب ما كان شريفا إلا لأنه حسنة من حسنات العلم وأثر من آثاره.
فإن فاتك حظك منه فلا تحفل به، فهو أحقر من أن تشتد في أثره أو تبذل حياتك حزن عليه. ولا تحسد أرباب المناصب على مناصبهم، فإنما هم يخدعونك بزخرف من القول وظاهر من النعمة وبهرج من الابتسام، وراء ذلك لو علمت قلبا يقطر دما وفؤادا يضطرم لوعة وأسى. خذ لنفسك حظها من العلم والأدب، ولا تحفل بعد ذلك بشيء، فقد ربحت كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.